توقع فوز المنتخب الكوري على المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في ثمن نهائي كأس العالم. المنتخب الكوري يمتلك لاعبين أقوى بكثير من المغاربة، وسيقف في وجه المنتخب المغربي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي سيواجه منتخب كوريا. الفريق المغربي تعبوا من كرة القدم، نظن الإقصاء فريق مغربي مستحق. المنتخب الكوري يطمح العبور لأنه أبان على إمكانيات كبيرة، وفريق عنده فرصة العام باش يتأهل للدور الثاني ويوجد في الويتيام دو فينال، على باله ما لازمش يرهق روحه. المغرب كان غايب تماما لأن الريتم خانوا في المقابلتين هذوك، يعني عدم الريتم ولا ما كانش الريتم في المقابلتين. هذا راجع السبب واحد هو تركيبه اللي دخل بها المدرب في المقابلتين الاولين، نضب لي نقص ريتم ونقص منافسه الكثير من اللاعبين. اذا ضفنا مقابله اللي خسرها كاس العالم خسرها واحد. ولكن لازم نعترف وسي باللي لا كوري دو سود خاصه اليوم يعني ما طلقوش عندهم بلوك يعني هابط، ولكن في لي كونتر اتاك ils ont été très souvent dangereux et finalement ils ont été efficaces à la dernière minute في الطون مور. المنتخب الكوري لعب الكل في الكل وتمكن من تحقيق تأهل كما قلت تاريخي الى الدور الثاني، هو ثاني في تاريخه. كان أمر مهم أنه درب المنتخب الكوري هو ولد البرتغال ولعب قديم في